سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. خليوا لي لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وكذلك تعاليقكم بخصوص الموضوع. تعليق الفنانة دنيا باطمة محمد الترك يصف المغاربة بالمنافقين، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. أغضب المنتج البحريني وطليق الفنانة المغربية دنيا باطمة محمد الترك المغاربة عقب إساءته لهم عبر بث مباشر على موقع تيك توك، الأمر الذي دفعهم إلى مهاجمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأعادت عدد من الصفحات مقطع مسجل للترك وصف فيه المغاربة بالمنافقين والفضوليين، وكل شغلهم الشاغل هو النميمة وتتبع أخبار الآخرين. وأنكر الترك كل الأيام والأشياء الجميلة التي عاشها طوال مقامه بالمغرب، مهاجما المعلقين المغاربة الذين تفاعلوا معه عبر بثه المباشر. ومن جهة أخرى، ومقابل سيل الشتائم والانتقادات التي تلقاها الترك، طالب البعض بإلغاء متابعته وعدم التفاعل معه مجددا حتى يعود إلى حجمه الطبيعي ويعود نكرة تماما كما كان من قبل أن يرتبط بالفنانة المغربية دنيا باطمة حسب قول البعض. ومن جهة تانية، اعتبر البعض أن تصريحات طليق الفنانة المغربية ليست سوى تنفيسا عن غضبه وحقده الدفين بسبب إقدام الفنانة المغربية على طلب الطلاق منه، أيضا بسبب هروبه من المغرب وهو يجر فضائح ثقيلة من ضمنها إدانته بتهمة التحريض على الدعارة. بالمقابل، اعتبر البعض الآخر أن تصريحات المنتج البحريني الذي أصبح شغله الشاغل بعد طلاقه من النجمة المغربية هو مهاجمة المغرب والمغاربة وأسرة طليقته ليست سوى هلوسات تحت تأثير الكحول والمخدرات التي تفقده الصواب والعقل. فكان هذا خوتي هو الفيديو. فالمنتج البحريني محمد الترك خرج في المغاربة طول العرض في بث مباشر على تيك توك ووصفهم بأنهم شعب منافق، وأن المغرب هو أسوأ بلد ممكن أنه يزوره وغيزورو اضطراري باش يدي بناته. فهو كذلك قال بأن المغاربة الشغل الشاغل ديالهم هو الحظية والتبرقيق، بهذا المفهوم هذا قالها. فخليوا لي تعاليقكم بخصوص هذا الموضوع، اشنو الرأي ديالكم؟ واش فعلا هو كان كيقصد هذه الهضره ولا غير كان تحت تأثير الكحول والمخدرات؟ شكرا لكم على المشاهدة، ما تنسوش لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.